السلام عليكم خوتي. بغيت نشكر كاع الناس اللي داروا لي لايك ولا سبسكرايب في الفيديو الاول، وغنشكر حتى الناس اللي ما داروهاش حتى هما. واليوم ان شاء الله بغيت نكمل لكم القصه من الوقفات. مشينا نهار يموت الوالد الله يرحمه، يلا كانت عندي شي 15 عام تقريبا. كنت ديك الساعه كنقرا في الكاتريام، وتا انا كنت كنحلم نشد الباك ونولي مهندس ولا نولي طبيب. كنت كنجيب 16 على 20 17 على 20 في كاع المواد. وفي ديك الايام ديال العزا كنت كنسمع ديك الهضره ديال كيقولوا مساكن مشى المرحوم وخلاهم صغار، شكون غيصرف عليهم وداك الموال كامل. كنت عارف اني انا المقصود بديك الهضره. بعد ما داز شي شهر تقريبا، جلسنا انا والوالده على الزليش على الدص ديال الكوزينه، والوالده كانت كتحسب شي فلوس، وراتني واحد المصروف صغير مخبي في واحد الصندوقه كان ديال الوالد الله يرحمه. كانت فيها تقريبا شي 7000 درهم هكاك، فلوس الكرا ومصروف ديال 3 شهور تقريبا. الوالده شافت فيا وقالت لي حسن، الوالد مشى الله يرحمه وما عندناش اللي صرف على آية ومروان، خصنا نديرو شي حل انا وياك. ديك الجلسه كانت بحال شي حكم ديال الاعدام. صافي الصباح الجاي مشيت للكوليج، كانت ريحه الطباشير باقا في دماغي. دخلت للاداره عند المدير، قلت ليه السي المدير بلا ما تبقاو تقيدوني في الغياب ورا صافي ما بقيتش غنمشي. المدير شاف فيا بواحد النظره مسكين وسولني وفين غتمشي يا ولدي. قلت ليه جاوبته بكلمه واحده، غنمشي نقلب على خدمه. صافي وديك كانت هي او اخر لحظه ليا في الكوليج. مشيت ديريكت للكراج عند الحاج بناني. الحاج بناني كان هو الباترون ديال الوالد، عطاني 300 درهم في السيمانه على وجه المرحوم زعما. بديت كنخدم 12 ساعه في النهار، من 8 ديال الصباح حتى 8 ديال الليل. كنت اول حاجه تعلمت هي نبدل الرويد اللي كانوا تقال مني ديك الساعه بسارو ديال 17، وتعلمت ندير حتى الفيدونج. اليدين ديالي تشقوا ليا كاملين، ولات فيهم ريحه المازوط اللي مكتبغيش تحيد. كنت كنرجع للدار ميت بالعيا، وكندخل ديك 300 درهم اللي كتمشي ديريكت للكرا والخبز. هادشي هو اللي صنعني، وهذا كان هو الروتين ديالي تقريبا كل نهار. مني مشى الوالده امي نعيمه تشونجات تحولات، ولات بحال شي مافيوز. الوالده ولات حربيه بزاف. راكم عارفين الارمله في سباته شي حاجه اللي صعيبه بزاف، كل واحد وكيفاش كيشوفها. الوالده كانت كتنوض مع 5 ديال الصباح قبل الفجر. اول حاجه كانت كتبدا بها هي كتعجن الخبز وكتبيعو لواحد الحوانت كانوا قراب لينا في الدرب. على الصباح كانت كتعجن تقريبا شي 30 خبزه كبيره، كتبيع الوحده بدرهم ولا 2 دراهم ما عرفتش. هذاك الربح القليل كان هو اللي كيجيب لينا الزيت والسكر اللي كناكلو. ومني كتسالي من العجين والخبز كانت كتمشي لواحد العماره كانت في شارع القدس اللي بعيد على سباته واحد شويه، وكانت كتضرب ديك الكعطه كامل على رجلها باش توفر فلوس الطوبيس. كانت كتخدم تماك في الديور وتمسح وتنقي وتغسل العوايج، فيديها كاملين تشقوا من كثرة الصابون والماء البارد. كنت كنشوفها كترجع للدار في العشيه
كتدخل للدار وريحة الصابون ديما سابقة. كانت كتحاول تضحك ليا في وجهي باش ما نحسش، ولكن العيا كان باين لها الوجع. هي اللي كانت كتشد الفلوس القليلة ديالي اللي كنجيب انا من الكراج، كانت كتحطها في وكتشد ستيلو وكتبدا تحسب الكرا، الضو، الماء. كتعرف كيفاش توزع داكشي مزيان. كنت كنعرف بلي الوالدة كتحرم راسها من بزاف الحوايج، من اللحم شهور طويلة غير باش آية ومروان يكملوا قرايتهم. الوالدة كانت هي السلاح ديالنا الوحيد ضد ديك النظرة ديال الشفقة ديال الناس. كانت ديما كتوصيني الخدمة هي الكرامة ولدي، والحمد لله على الستر. الدار ديالنا في سباتها ما كانتش قصر وما كانتش قبر عاوتاني، كانت نص برطمة جا معنا كاملين. برطمة وكتقسم على جوج، كيخرجوا منها جوج بيبان باش مولاي يربح جوج كرياس. الدار كانت قاعية، جات في واحد الدريبة صغيرة وسط من الحومة. الزنقة كانت ديما عامرة بصداع ديال المطايفات واللعب ديال الدراري الصغار. كانت الدار شوية قديمة، الحيوط ديالها كتكون باردة في الشتاء وسخونة في الصيف. كنا كنعانيو ديما من الرطوبة في القناة ديال البيت اللي كانت ديما كتخلي واحد الريحة شوية خانزة. كانت عندنا كوزينة صغيرة فيها ثلاجة وفران وواحد الشبيكة تاع الماء، وكانت عندنا طواليط بلدية مشروكة مع الجيران في الدروج. الوالدة ديما كانت في حرب مع جميع الدار، كان عزيز على الدار تبقى ديما نقية. البيت كان فيه غير طبلة وحدة كنا كناكلو فيها، وكتعجن فيها الوالدة الخبز، كانت كتقرا فيها آية ومروان الليل كامل. هذيك الطبلة كان كل واحد فينا عنده حكاية معه. كنا كاملين كنعسو في داك البيت، انا وآية ومروان والوالدة. كنا ديما قريب لبعضياتنا. داك القرب خلاني نحفظ كل حركة ديال الوالدة وخوتي. الحاجة الزوينة في داك الدرب هو انه كان كامل رجاوي. كنت كنسمع صوت التلفازة ديال الجيران كيتفرجوا في الماتشات ديال الراجا. كنت كنسمع ديما الاغاني ديال الالتراس كتجي من التليفون ديال شي دري، شي حد في الدريب. هاد البيت واخا كان صغير وقاصح، كان هو المملكة اللي خصني نحميها ونحافظ عليها. صافي مني خرجت من المدرسة الكراج ولا هو دارنا الثاني. نهاري كامل كان كيدوز تماك. كان الكراج حدا لافيراي اللي قريب للسالمية، وكنت كنطلع عليه طريق في ديك الطريق كل صباح. واخا قريب كنت كنحس بالطريق بعيدة بزاف على حياتي القديمة. الكراج كان عامر بالحديد البارد، والحيوط ديالو كاملة عامرة بالكحولية ديال الزيت ولا كريس. كانت الريحة ديال الزيت المحروقة والزيت الباردة هي الريحة الوحيدة اللي كنشم. هذيك الريحة ولات هي البارفان ديالي اللي لاصقة فيا وكتمشي معايا فين ما مشيت. كنت محسوب غير متعلم، ما عنديش قيمة. الحاج الباترو كان قبيح، كيش العاطفة والو. بديت كنشد الحرفة شوية بشوية وكانت يدي ديما مجروحة ولاو مشقين وداك الشقاق كان ديما كيعمر ليا بالزيت الكحلة. هذاك الكراج كان بحال القبر، قتل ليا كاع الأحلام ديالي. كنت كنشوف الدراري اللي في عمري كيخرجوا من الكوليج لابسين حوايج نقيين، وانا كنت كنخرج كامل شاب على كريس عيان. كنت حاسس بحال اللي راني اسير في هاد البلاصه.
الحاجة الوحيدة اللي كانت كتخفف عليا هي الخدامة اللي معايا. كانوا كيعاملوني بحال خوهم الصغير. كانوا ديما كيجيبوا لي الفطور وكيعلموني وكيغطيو عليا الا درت شي زبله. الوالد واخا مات ولكن كان ديما حاضر معايا. الظل ديالو كان كيتبعني فين ما مشيت، حتى في الكراج. وفاش كنت كنحل شي بولون قاصح كنت كنسمع الصوت ديالو في ودني ديما كيقول لي خصك تصبر ولدي، الحديد قاصح وكيبغي الخاطر. وفي الدار الاثر ديالو كان باقي. الوالده معمرها ما بدلات البلاصه ديالو في الجلسه ديال العشاء. ايوا مروان الصغار ما كانوش كيسولوا بزاف، ولكن كنت كنشوفهم كيجلسوا في البلاصه اللي كان كيجلس فيها الوالد. هادشي كان كيخليني نحس براسي فاشل، حيت ما قدرتش نمنع الوالد من الموت. كل درهم كنت كنجيبو للدار كنت كنحس باللي راني كنكمل داكشي اللي بدا هو. كنت كندير نفس الخدمه ديالو ولكن بصالير قل وبمسؤوليه كبر. هادشي خلاني كنسول راسي ديما واش انا كنستاهل نكون الضل ديال يوسف، واش انا كندير داكشي اللي كان كيحلم بيه. كنت عارف باللي ما كانش كيحلم ليا بالزيت والمازو، كان كيحلم ليا بالباك والقرايه. هذيك المسؤوليه ديال غايب حاضر هي اللي خلاتني نقلب على شي حاجه اخرى، شي حاجه تنفسني من هذا الهم. ايا ومروان خوتي الصغار هما اللي كانوا الحافز والعبء في نفس الوقت، هما اللي خلاوني نتحمل المسؤوليه كامله. ايا كانت عندها 13 عام وكانت كتقرا مزيان تبارك الله. كانت كتمثل ليا داك الامل اللي بقى من الوالد. كنت كنشوفها كتقرا تحت من الضوء في نص الليل. كنت كنحاول ديما نوفر لها الكتوبه والادوات قبل من اي حاجه اخرى. كنت خايف عليها بزاف لا تاخذ نفس الطريق ديالي. ابا مروان فكان مازال صغير مسكين، كان في عمره 8 سنين وما كانش فاهم كاع شنو واقع. كان كيسولني على الوالد الله يرحمه، كنت ديما كنجاوبو بشي كذبه بيضه. كان كيشوفني كنرجع عيان من الكراج وما كانش كيعرف علاش يدي ديما كحلين. مروان كان كيعيش واحد الطفوله ناقصه، طفوله بلا اب ومع اخ ديما مشغول ديما في الكراج. كانت عندي مسؤوليه كبيره عليهم، خصني نحميهم من الفقر ونحميهم من الزنقه تاعي في نفس الوقت. كنت ديما حاضي اي فاش كتخرج وكنحاول ما نخليش مروان يلعب بزاف في الزنقه. ايوا مروان كانوا هما الهدف الوحيد اللي باقي عندي في هذه الحياه هذه. وفي وسط من التماره والشغل كانت خصني شي حاجه اللي تخرجني من داك الروتين، وهذيك الحاجه كانت هي الراجة ما كانتش شي حاجه اللي جديده عليا. كنت كنسمع الاغاني ديال الالتراس كتجي ديما من عند جيراننا ولا من عند الدريبه، وهذا الشيء هو اللي خلى عندي واحد الفضول كبير باش نعرف شنو كاين في ديك البلاصه في التيران. واول مره دخلت للدونور كانت عندي 16 عام بالضبط. ومن بعد ما توفى الوالد جمعت 30 درهم من المصروف ديال السيمانه ومشيت مع الدراري ولاد الدرب. وصلت للتيران كان واحد الصف طويل بزاف. دخلت مع الزحام كنت ما خششت انا. ومني دخلت كان واحد لومبيونس واحد الصوت ديال الجمهور مشهد بزاف. اول مره ندخل التيران جلست في المكانه في الكورفه، كانت اجواء واعره بزاف. كنت هزت انا مع البوج ديال الجمهور
وكان يهز يدي مع الالتراس ونغني تا انا ونتبع مع الكاب. حسيت بالانتماء في ديك البلاصه، وكانت هذيك هي البدايه، هي اللي خلاتني نكمل في طريق الراجل. اكتشفت بزاف ديال الحوايج على الالتراس. ما كانتش غير جمهور عشوائي، كانت مدرسه حقيقيه كتعلمك كيفاش تنظم راسك. كاع لي مونبر كان عندهم قوانين ومبادئ، واهم قاعده هي الانضباط. خصك تحضر التجمعات في الوقت وتشارك في الانشطه اللي كيدير الجروب، بحال تبرع الدم مثلا. كنت كنحس باللي وليت جزء من عائله كبيره. كنت كنحفظ الاغاني جديده وكنتدرب كيفاش نغنيها في الكولبا. والالتراس كانت كتطلب منك الولاء المطلق للرجاء، وكتعلمك ان الكرامه ديال الفرقه هي الكرامه ديالك انت الاول. والرمزيه ديال الاشاره في الالتراس كانت قويه بزاف. من شريت اول اشاره بليا حسيت باللي عندي واحد الهويه جديده كتحميني. كنت كنشوف الدراري كيحاربوا من اجل الرساله اللي كيوصلوها، وهذا الشيء خلاني نعتبرهم العقيده الجديده اللي كتنظم لي حياتي. والالتراس كانت هي المتنفس ديالي، كانت هي عائلتي الثانيه. مني وليت مونبر تما فين تعاشرت انا وايوب ما كانش غير عشيري، كان هو اليد اليمنيه ديالي اللي كيعرفني من نهار تزاديت حتى لدابا. ايوب كان كبر مني وكان ديما كيشوف فيا بحال خوه الصغير. كنا كبرنا في نفس الزنقه، في سباته، لعبنا في نفس التراب وكبرنا على نفس القباح. وايوب حتى هو كان حبس القرايه بكري وكان كيخدم من صغره في لافيراي. كنا مختلفين، انا ما كنتش اجتماعي بزاف، ما كنتش كنهضر كاع. وايوب كان عشير كلشي، كان كيعرف كيفاش يتعامل مع كاع الانواع ديال البشر، الزوين والخايب. ولكن التشابه اللي كان بيناتنا كان في حاجه واحده، بجوج كنا كنموتوا على الراجل. وايوب هو اللي وراني طريق دونور اول مره. كان ديما كيحضر لي تيكي ديال الماتش وكيقول لي حسن نهار الحد ديالنا نسعى لك العالم. هو اللي علمني الاغاني القديمه ووراني كيفاش نوقف في وسط الكورفه في الزنقه. كان هو اللي ديما كينصحني باش ما نطيحش في الغلط. ايوب كان ديما كيقول لي خصك ديما تبقي نقي من الداخل واخا سبات وسخاتنا من برا. الرجاء في سباته ما كانتش فريق ديال الناس الملعقين ولا الهاي، كانت هي الرمز ديال الناس الفقراء اللي ما عندهمش صوت. داكشي علاش تسمات رجاء الشعب. كنت كنخرج الصباح بكري للكراج وكنشوف الطيقان بالخضر في كل بلاصه، والدرب كان كيتبدل على حساب السيمانه. في نهار الماتش كيبان كلشي كيتخدر، طرابوات القدام كيتعلقوا من الشراجم، والقهوه كتعمر بالشفناجه اللي كيعسوا على التشكيله. كان النقاش ديما حار، اللعابه خاص يتحاربوا في التيران كيف ما كنتحاربوا حنا في الزنقه. هادشي هو اللي كان ديما كيتقال. والراجا في سباته كانت فكره كتقول واخا ما عندناش فلوس ولا سلطه، ولكن عندنا الروح وعندنا التاريخ وعندنا دونور. هاد الاجواء ديال سباته هي اللي خلاتنا نعشقوا الجراد. ملي كيقرب الديربي كانت كازا كتبدل 360 درجه، كتولي بحال شي حرب عالميه ثالثه. في عالم الالتراس كاين واحد الطقوس، وخاصه في الديربي شكون اللي غيفرض الوجود ديالو على الخصم.
وأول حاجة كانت هي ترسم الطيقان وتخسر الطيقان ديال الفريق المنافس. كنت كنجيب الزيت محروقة في البوادز من الكراج، وكنا كنتجمعوا وكنبقاو ندورو في سباتة كامل. أي طاق ديال الوداد بان لينا كنا كنخسروه بديك الزيت، وهذا الشيء كان كيعني أن هذه المنطقة ديالنا ومتحاولش ترسم فيها. في داك الليل كنا كنتساراو ورا ديال البال شويه في واحد الزنقه مضيقه ومظلمه. واحد الدري سميتو انس وقفنا وشير بيدو ويقول لنا بواحد الصوت خفيف: خوت راه كاينين واحد 3 ديال الدراري في القهوه لابسين برودويات ديال الوينيرز، غنمشيو غنحيدوهم ليهم. كانوا واحد 3 جالسين مقهوين ونساو باللي البرودوي بلاصتو في التيران ماشي في القهوه. كان باين عليهم التخزاز، كانوا مدورين الاشاربات على عناقهم، وهذيك كانت بحال ديك الغنائم الحرب اللي كنا كنقلبوا عليها. تسلكنا لهم بشويه، واحد اللحظه اتدردكنا بدينا كنجريو دغيا شويه، توقفنا عليهم. تفاجئوا ملي شافونا جايين ضاربين الخضر وسط من دربهم. تخابطنا معاهم في واحد الجزء من الثانيه، شي هز الكراسه من الطبله، شي هز الكيسان. الوداديين حاولوا يهربوا ولكن ما قدروش، حاصرناهم. قدرنا نخطفوا لهم الاشاربات وهربنا بلا ما نضربوا حتى واحد. من رجعنا للدرب كانت الاشاربات الحمراء هي دليل الانتصار ديالنا. هادشي خلى الروح المعنويه ديال الدراري تطلع للسما قبل ما الديربي. والعشيه ديال الغد ليه جا عندي ايوب بالموطور، واحد السي 50 مع 2 ندبر عليها باش نتحركوا لواحد ديبو كبير كاين في طريق مديونه باش نعاونوا الدراري في الطلعه ديال التيفو. طلعت انا وايوب، وصلنا للبلاصه. الديبو كان كبير بزاف وفيه واحد الباب تاع الخشب بحال دوك البيبان ديال دوك القلعات الكبار. كان مهجور والحيوط ديالو كانت شبعانه برد وكان كامل مغبر. الضو كان كيجي غير من واحد 2 ديال البغلات صفرين كانوا معلقين بواحد السلك رقيق، وكانت كتعطي واحد الظل كيخلع. وجوهنا كانوا كيبانوا كبار في الحيوط. واحد الدري طريق كان هو المكلف اللي كان كيوزع المهام على الجروب، وكل واحد كان عارف شنو غيدير. كانت المهمه ديالنا هي نقادوا الميكات ونرسموا التيفو اللي غيطلع في الديربي اللي غيوصل للعالم كامل. صافي جلسنا على الارض، وفوق منا كان جبل ديال الجواب الخضراء والبيضاء. انا وايوب كنا مع الجروب ديال الخياطه، كنا كنخدموا بواحد الماكينات ديال الخياطه صغيورين فيهم واحد الصوت مدجدج في وسط من داك السقيل. طارق كان واقف على كاع الشغل، كان كيوقف فوق من ريوسنا وكيقول الدراري: التوب راه هو الجلد ديال الراجل، اي غلطه غتخلي العدو يضحك علينا، الخدمه خصها تكون متقونه. هادشي خلى كلشي يركز كتر. كنت كنخدم بيدي حتى كنحس بهم كيتنمروا عليا، وكنت كنرجع للدار مع 3 ديال الصباح وكنوض مع 6 باش نمشي للكراج، والصباغه كانت ديما في يدي. وداك الديبو كان هو المقر ديالنا. كنت كنحس بلي هاد الصهير هو ثمن داك الفن اللي غادي نطلعوه. والحاجه المهمه اكثر من التيفو هي كيفاش تحميه وتخلي المضمون ديالو ما يتسربش، حيت في قانون الالتراس لا تسرب لي في المضمون ولا تشفر لك فهاديك هي اكبر اهانه وخدمتك كامله كتضرب في الزيرو. داكشي علاش الجروب كيشكل واحد الفروق ديال الحمايه. الدراري كيجلسوا قراب للديبو لا تكون شي محاوله سرقه ولا شي حاجه بحال هكا. وكان بين الدراري واحد الدري صاحبي سميتو
سميتو زكريا. كان هو وشي خوت اخرين عاسين مسلحين بالهراوات والحجر. واحد الليله زكريا قشع 3 ديال الدراري غراب لابسين الكحل وكيتسلتو من واحد الزنقه. دغيا زكريا علم الدراري وما يتبعوه. بدات واحد المطارده وسط من الظلمه. الوداديين حسوا بشي حد تابعهم وما يهربوا. واحد فيهم طاح مع الظلام وشتو زكريا. لقاو لابس واحد البرودو ديال الونارز. حيدوه ليه وصيفطوه بلا ما يأذيو. وتما قرروا انهم خاص ينقلوا التيفو لشي بلاصه اخرى. صافي مني التيفو تصاوب وتقاد كان خاص ندسوه نديوه للتيران. والفيكساسيون ديال التيفو في الكورفا كانت هي اصعب مهمه. كنا خدينا تصريح من عند الامن ديال التيران باش ندخلوا، وكان كيفرضوا علينا ما نفوتوش 10 ديال الدراري اللي دخلوا كحد اقصى. وانا وايوب من زهرنا كنا بين هاد 10. دخلنا للتيران في نص الليل وحنا هازين ميكات كحلين كبار وتقال بزاف. ودوك الميكات كان بحال فيهم الحديد، كانوا كيطيحوا الكتاف. الامن كان حاضينا من بعيد. التيران كان بحال شي ارض مهجوره وخاوي والسقيع فيه وكيضرب فيه واحد البرد قاطع. صوت الخطوات ديالنا كان كيتسمع في التيران كامل. صافي وصلنا للكورفا ديالنا اللي هي الكورفا سود، وبدينا كنفيكسيو في الميكات بحال كنبنيو شي توفى معماري. كلشي كان خدام بالسقيل والدقه. كنا كنخدمو داكشي بالعبار باش ما يضيع حتى سنتيمتر من الميساج. دوزنا الليل كامل وحنا كنقاد كل زاويه وكل طرف في التيفو. كنا كنستعملوا السكوتش وكنفيكسيو كل بلاستيكه في بلاصتها في الكرسي ديالها. من يسهلنا الفيكساسيون كان التيفوات كاملين كيبانوا مطويين ومقادين في الكورف. صافي شويه عجبتنا المعالجه، سندويشات ديال الطون والحرور، وتعشينا حيت كان خصنا نباتو تماك الليله كامله. نعسنا انا والخوت على الطس تحت من التيفو. كنا كنسمعوا غير الصوت ديال الريح المجهد في ديك الليله. مني طلع الفجر كان داك هو نهار الماتش. جاو دراري اخرين من الجروب باش حنا نخرجوا نمشيو نرتاحوا شويه. رجعنا لديورنا انا وايوب باش نوجدوا راسنا للماتش. الجو في الدرب ما كانش عادي، كان مشحون بزاف ومهيب. كنا كنحسوا بلي هاد النهار واللي غادي يحدد الكرامه ديالنا. الوالده شافتني داخل وعيني حمرين من قله النعاس ومن ريحه الدخان وما دواتش معايا. عطاتني براد ديال اتاي والمسمن وسكتات. مني خرجت انا وايوب كانوا الدراري بداو كيتجمعوا حدا التيران اللي مولفين كنتجمعوا فيه. كل واحد كان لابس التيشورت الخضر ديالو اشاره. وكانوا المئات ديال الشباب كيتجمعوا بانضباط وحماس. وكنا عارفين باللي طريق التيران غادي تكون معنقشه بالبراجات ديال البوليس والبراجات ديال المناطق اللي فيهم جماهير الخصم. مني صافي الزون ديالنا كامله تجمعات بدا الزحف لدونور. ما كانتش مسيره، كانت بحال شي آلاف ديال الجنود العسكر غاديين في شي عرض بحال داكشي اللي كنشوفو في التلفازه. آلاف ديال الجراد وكل شي منظم. كنا كنمشيو في واحد التشكيل. كنت انا وايوب القدام هازين واحد البوندرولات كيبانوا بحال دوك الاشرعه ديال سفن القراصنه. كنغنيو ديسك واحد وداكشي كان كيعطي واحد الايقاع حربي. المسيره ديالنا الطريق كانت عامره بالبراجات ديال البوليس
وكانوا الترافيكات ديالهم كيبقاو جارين معانا من الجناب. كنا كنحسوا باللي حنا وياهم واحد المواجهة صامتة. ملي قربنا للمعارف بدينا كنسمعوا صوت بعيد شوية ديال جمهور الخصم من شي جهة أخرى. داكشي زاد حفزنا وبدينا كنغنيو بجهدنا كامل باش نوصلوا ليهم الميساج باللي راحنا جايين. فهاد الزحف كنت كنحس بلي انا جزء من قوة، شي قوة كبيرة بزاف، والوجوه ديال الدراري كانت كيبان عليها الحماس والتحدي. ملي وصلنا حدا التيران كانوا بزاف ديال البوليس وبزاف ديال البراجات، وكان خصنا ندخلو دغيا قبل ما يتسدوا البيبان. فاش بغينا ندخلو كان الزيار بزاف في تقلاب التيكيات. وهاد اللحظة مع الزحام بدا كلشي كيدافع وما خاصكش تطيح في الارض، الا طحتي راه كلشي غيشتف عليك. هاد اللحظة لقيت واحد التغران وايوب وواحد المردة كان برزط مع الزحام. حنا ندردكو قصدنا الصور باش ننقزو. المردة قشعنا بغا يشدنا، ايوب فانت قلبو هرب. جيت انا بحال البرق من وراه كنجري. المردة عرف راسو راه ما غاديش يشدني ويجبد معايا بديك الزروطة الفخر، عرفتي الالوان ناضوا ليا في فختي. صافي قصدنا الصور، حنا موالفين بالتنقاز دغيا ضربنا في الحيط وطلعنا. فاش دخلت للتيران حسيت بنفسي غتقطع، سخفت بزاف. صافي قلبت في خدي لقيتو فيه كاع الالوان مزوق بسبب ديك الضربه ديال ديك الزروعه. صافي ملي دخلنا شدينا بلاصتنا في الكورفه. اول حاجه كنت لاحظتها هي الكم الهائل ديال الخضر. الفيراج كان عامر بزاف حتى بغا يتفرقع، لدرجه ولينا واقفين جوج حتى ثلاثه في كرسي واحد. والتريبين والدار حتى هما كانوا عامرين بزاف. النص ديالنا ما بقات فيه حتى بلاصه خاويه، وتما تاكدت باللي راه ما سماونا جراد حتى جراد. بدينا كنشوفوا في الجهه ديال الوداد رميجه كانت باقا فيها التبرقيع مع مراس كامله. هنا كنا ماركين الربح الاول لينا قبل ما يبدا الماتش. كنا عارفين باللي حنا اكثر منهم، ولكن هذا الماتش زاد برهن لينا هادشي. شويه بدينا في الصراع ديال الاغاني وشكون غيفرض راسو على الاخر. والكابو طلع بديك النوطه المشهوره، وحنا بزاف وما شويه، وحنا بزاف وما شويه. ديك النوطه زيدونا بلاصه هي. عرفتي الجمهور ديالهم كان كيحاول يرد، ولكن الصوت ديالنا كان طاغي عليهم. كانت ديك الحرب نفسيه كتزيد من حلاوه الديربي. وسط ديك لومبيونس واحد الدري بلا ما نذكرو سميتو كان جعدنو وجهو كان مدهوس حيت وصلات واحد النقنيقه. قال لنا باللي وصلاتو شي اخبار باللي الوينرز يطلعوا شي تيفو كيكلاسيونا فيه. كنا عارفين باللي ما خاصش التيفو يدوز طريف، ودغيا الدراري كانوا موجدين شي كونتر كلاس ما يطلعوه ما يردوا عليه. صافي خصنا نردوا على الكلاش ديالهم بشي كونتر كلاش يكون فيه الابداع والسرعه في الرد. كنا عارفين باللي هاد الكونتر غادي يكون هو الكاو اللي غادي يسالي معاهم. ملي دخلوا اللعابه كاملين كانت هذيك هي الوقيته باش نبداو الكرنفال ديالنا. كابو ديالنا هز يديه بجوج وقال لنا كلشي وجد راسو، عطانا الاشاره وصافي كلشي هز البلاستيك الخضراء اللي في الكرسي ديالو. النص ديالنا كامل ولا خضر. في لحظه التيفو ديالنا طلع وكان بحال شي لوحه غطات نص التيران كامل. الجماليه ديالو كانت قتاله. هذا كان هو سلاحنا البصري اللي صوبناه بالتضحيه وسهر الليالي. وفي نفس اللحظه الجمهور ديال الغريم
طلع التفوات ديالهم. ولكن كانت واحد الفضيحة تاريخية كانت كتبان من بعيد. التيفو ديالهم كانوا فيه شي بلايص خاوين ومبرقع. كنا عارفين باللي كان خصهم ضروري يحولوا الجمهور من الدار للفريميجة باش يلا يقدروا يهزوا كامل، حيت الكورفة ديالهم كانت خاوية. وهادشي كان فشل ذريع في التنظيم، وزاد أكد باللي حنا بزاف وهما شوية. كان واحد من التيفوات ديالهم هو كلاش لينا اللي وصلنا اخبارو من قبل. هنا الكابو ديالنا بدا كيهلا طلع 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 الكونتر، وكانت هذيك هي الضربة القاضية. بغاو يكلاشيونا وطفيناهم في اخر لحظة. الكونتر كلاش كان بحال شي صدمة، كان كيبين انهم ما عندهمش تحكم في الاعضاء ديالو، وكان ساهل باش يتسرب لهم المضمون. ملي يطلع الكونتر كلاش ديالنا الجمهور تفرقع بالتطلع والتصفار. كانت هذيك اللحظة بحال ديال البيش مالونغو اللي طحناهم به في اخر دقيقة، والجمهور ديالهم سكتوا كاملين من الصدمة. كانت هذيك هي اللحظة فين هرسنا الروح المعنوية ديالهم قبل ما يبدا الماتش. صافي الحكم صفر الماتش وبدات ليه السيريا. الجمهور كلشي بدا كيغني، الصوت ديالنا كان قوي بزاف لدرجة اني كنت كنحس باللي المكانة كتزعزع تحت من رجليا. كلشي كان كيبوجي وزاهل في ميجان كان هو السلاح الكيماوي ديالنا في هاد المرحلة. كابو عطانا الاشارة، كلشي شعل. صافي دغيا انا وايوب بدينا كنشعلوا الفيميجانات اللي كنا مخبينا في حوايجنا. كلشي شعل، بوات طلقوا واحد الدخان خضر قاصح غطى الكورفة كاملة. في لحظة ما بقى كيبان والو، ما تعرفش حتى شكون واقف هداك. كنا كنحسو بالحرارة، دخان كيضرب في وجوهنا، وريحة البارود كتخنق. هادشي ما كانش كيوقفنا، بالعكس الضباب الخضر كان كيزيد من لومبيونس. كنا كنغنيو حتى صوتنا كيبدا يبح، وكنا كنحاولوا نوقفوا في وسط السهام. كنت كنشوف غير الخيال ديال الجراد كيبوجيو في وسط الدخان. الكراكاج ديالنا ما كانش غير تشجيع، كان بحال شي تهديد للخصم. كنا عارفين باللي الودادين كيشوفوا الدخان الخضر اللي غطى السما كامله. هادشي كان كيطيح لهم المعنويات في وسط من الماتش. وفي وسط من ديك الضبابه ديال الفيميجان كان خصنا نزيدو نبروفوكيو الغريم كتر باش اكثر اغنيه كتمرضهم سقسيو البطه. كابو بدا الاغنيه الكلاش. انا وايوب وكاع الدراري الخضرين بدينا كنغنيو، تقراتنا بغاو يخرجوا من بلاصتو. في وسط من داك الدخان كلمات الاغنيه كانت قاصحه كتضرب مباشره في الخصم والتنظيم ديالها، والجو كان خيالي بمعنى الكلمه. كنت كنحس باللي الدخان كيخنقني، ولكن النشوه ديال الاغنيه كتخليني ننسى كلشي. كنا كنغنيو باحساس ديال نفرضوا السيطره. الجمهور ديال الغريم سكت، ما قدروش يردوا على القوه الصوتيه ديالنا. الصفار ديال الجمهور ديالنا كان كيتخلط مع الاغنيه، وفي هاد اللحظه ما كانش كيتسمع في المركب كامل غير الصوت ديال الراجل. كانت السيطره مطلقه، حكمنا التيره. الدخان كان قوي بزاف لدرجه ان الرؤيه في الملعب ولات صعيبه على اللعابه. هنا الحكم كان خصو يوقف الماتش بواحد المده قصيره. من الحكم صفر باش يوقف الماتش، كانت هذيك هي لحظه الانتصار ديالنا كجماهير. كنا عارفين باللي حنا اللي فرضنا القانون ديالنا على التيران. اغنيه والفلام ديالنا كانوا مجادين لدرجه انهم حبسوا الحرب ديال 90 دقيقه. من نرجع الماتش ملعوب بعد ما مشى الدخان، كانت الاجواء حماسيه ومتوتره. كنا واقفين كنغنيو باش ما نعطيوش للخصم فرصه فين يرجع للجو. في الدقيقه 56 جات الصدمه الاولى. شي لاعب ديال الوداد ماركا البيت الاول، ولكن ما حبسناش. كابو غوت وسط الجمهور، ماشي مشكل ما نوقفوش. بقينا كنغنيو باش نغطيو على الفرحه ديالو. دقيقه 80 جات الضربه الثانيه
اللي كانت شي بقادية، شي لعاب يمكن زولا كياكو واقيلا ماركا البيت الثاني للوداد. وواخا هكاك بقينا كنغنيو. في الدقيقة 84 الحكم صفر بيلانتي للرجاء، وهنا الجمهور كامل تهز بواحد الامل جديد. محمد النايري اللاعب ديالنا خدا الكرة ووقف على البيلانتي وماركا البيت الاول للرجاء. ملي تماركا البيت الفيراج كامل تهز ورجعت فينا الروح واحد شوية. عرفنا باللي باقي عندنا واحد الوقت قليل فين نرجعوا في الماتش، ولكن للاسف الحكم سيفلو ما توفقناش باش نرجعوا، وكانت النتيجة قاصحة علينا. خسرنا ب2-1. كلشي سكتو، كنا خسرنا في التيران، ولكن على الاقل كنا ربحنا حرب المدرجات. كابو ديالنا دغيا عطى الاوامر، قال لنا بصوت خفيف الدراري كل واحد يشد طريقه، مبغيناش الفوضى. خسرنا في الماتش ولكن هذه ماشي نهاية العالم. صافي الدراري كانوا كيخرجوا ساكتين واخا باين على وجوههم الحسرة، ولكن كنا متقبلين الخسارة. كنا كنحاولوا نخرجوا بهدوء باش ما نعطيوش فرصة للبوليس فين يزيدوا يضغطوا علينا. وهذا ما كان الدراري. نكمل لكم القصة في الجزء الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، الله يعاونكم.